يوميات الواد بتاع المانيا ايبيزودا نمبر 25. والنهارده قررنا نحارب اي هوم سيك موجود في المدينه اللي عايش فيها في المانيا. هنجمع كل اصحابنا في مكان واحد وهنغني كلنا سوا اغاني كلاسيكيه من تراثنا العربي الجميل. وعلشان نعمل ايفنت يكسر الدنيا ده كلفنا تجهيزات ووقت كتير، حرفيا ساعات من الايديت والمونتاج للليركس بتاعت الاغاني، واللي هتتعرض على شاشه كبيره جدا علشان كل الناس تعرف تسينج along in harmony وما يكونش فيه اي نشاز. بعد كده اتحركت على مكان الايفنت علشان اقابل باقي التيم ونجرب نشغل كل حاجه ونعمل بروفا كمان قبل الحفله بايام تجنبا لاي مشاكل. والحمد لله كل الوصلات كانت راكبه والبروجيكتور والشاشه اللي هيتعرض عليها الليركس وحتى الكراسي رصيناها والمكان بقى ولا. بصراحه استمتعت بكل لحظه في التجهيزات، والشباب كانوا عاملين جو مريح جدا للاعصاب وكان في كيمياء لذيذه. بعد كده روحت البيت علشان احتفل بعيد ميلادي مع اهلي زي كل سنه وادخل السنه الجديده وانا معاهم. في اليوم التاني وقبل الحفلة بحوالي ساعة أخدت الباص واتحركت على مكان الحفلة علشان أتأكد إن كل حاجة تمام. وفعلا بعد شوية بدأت الناس توصل والكراسي بدأت تتملي واحدة واحدة. مش عاوز أقول لكم الحفلة كانت جميلة قد إيه وكلنا بنغني سوا، والأجمل إن كل الناس كانوا عارفين الأغاني بغض النظر عن جنسياتهم. ما كانتش فارقة يمني من مصري مغربي تونسي عراقي سوري لبناني، كل الجنسيات العربية كانت بتغني في نفس الوقت. اليوم حرفيا كان اكتر من رائع، بس اكتر حاجه فرحت قلبي هي المفاجاه اللي عملوها لي في اخر الحفله. في شيء جدا مهم اليوم يا جماعه، يوم عيد ميلاد بسيوني. وبعد ما خلصنا كل الفقرات قررنا نقلبها حنة شيماء ونفطر في نفس المكان. كده يكون خلص فلوج النهارده. شكرا على وقتكم واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.